اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده، وهنعمل طريقه حلوه وسهله جدا للمكرونه. معايا طاسه هحط فيها نص كيلو من المكرونه او الكميه على حسب ما انت عايزه. هقطع حوالي 3 طماطميات وبصلايه كبيره وفلفل رومي على حامي، اخضر او الوان. انا حاطه فلفل اخضر وفلفل احمر، وحاطه توم، وحطيت 4 معالق من الصلصة، ورشيت عليها رشة من الزيت كده، يعني حوالي ربع كوباية من الزيت، وكوبايتين من المية، مجين كبار من المية. احط مكعب من المرقة، ومعلقة كزبرة، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة كمون، ومعلقة بابريكا. طبعا هسيبهم كلهم كده مع بعض، مش هقلب ولا اي حاجة. اول لما تغلي هبدأ ان انا اقلب فيها. كده خلاص بدأت تغلي معايا، هقلبها بقى، اديها تقليبة كده من تحت لفوق. ولو انتم اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. اكتبوا بقى كده تعليق وقولوا لي رأيكم في المكرونة، تجديد وتغيير في الأكلات. ولو أي بنوتة مبتدئة واقفة في المطبخ ممكن تعرف تعمل الطريقة دي. أول ما تغلي كده نبدأ نوطي عليها النار علشان ما تلزقش مننا. أنا زودت كمان كوباية مية. طبعا هتدوقي الملح، لو الملح مناسب تمام، مش مناسب هتحطي ايه شوية ملح كمان. وكده الفيديو خلص، مع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد.